استنى بس لما نعرف ازاي الموبايل ده ايفون الغلابة ازاي نازل في الفئة الاقتصادية، وهو السمارت 20 من الانفينكس. والسمارت 20 ده جاي يكمل مسيرة السمارت 10 اللي هو كان الاكثر مبيعا في الفئة الاقتصادية. وكمان عندك الشاشة هنا 120 هرتز وبطارية على السمك ده 5200 ملي امبير. في الفيديو ده هنعرف هل السمارت 20 اللي احنا هنقول عليه ايفون الغلابة هل يستحق الموبايل ده الفلوس اللي هتدفع فيه ولا لا. بس لو لسه ما اشتركتش في القناة اكيد اشتراكك دعم لينا، ويلا بينا نعرف مواصفات الجهاز ونعرف الجهاز هل هو هيكون منافس قوي في الفئة دي وهل هو يستحق ولا لا. اول حاجة هنا وهي تصميم الموبايل. زي ما حضراتكم شايفين تصميم الموبايل جاي بسمك 7.7 ملي. السمك هنا بصراحة الموبايل هنا انفينكس يا جماعة، لا انفينكس بدأت تنافس وتنافس بقوة جدا. مسكة الموبايل هنا كده بالشكل ده، مسكته بريميوم كده ما يحسسكش ان هو من الفئة الاقتصادية. وزي ما انتم شايفين اطار الموبايل نفسه اطار شكله شياكة وتقليد الايفون، يعني لا مقلده الايفون بكل حتى باللون مقلده الايفون. فاحنا هنقول عليه ايفون الغلابه. والموبايل ده جاي بخامات من البلاستيك ودي حاجه طبيعيه في الفئه الاقتصاديه دي. وبالنسبه لنا الموبايل معاه شهاده اي بي 64. لكن الموبايل نفسه كموبايل وكتصميم هي في النهاية أذواق، لكن كتصميم بصراحة تصميم الموبايل ده فاق التوقعات كفئة اقتصادية. ويلا بينا بقى نروح نشوف شاشة الموبايل. شاشة الموبايل هنا جاية من نوع اي بي اس، واي بي اس دي حاجة يعني هنقول طبيعية في الفئة الاقتصادية دي. يعني اي بي اس حاجة طبيعية. والدقة هنا اتش دي بلس، ودي كانت مواصفات طبيعية بالنسبة لي أنا، مواصفات طبيعية للفئة الاقتصادية دي. لكن هنا الجميل في الموبايل إن هنا التردد بتاعه 120 هرتز فعلي. 120 هرتز فعلي، لأن في موبايلات بتنزل 120 وهي ما بتشتغلش 120، هي بيكون كرقم 120. لكن التردد هنا بصراحة في الشاشة 120 هرتز. وشكل الشاشة زي ما حضراتكم شايفين كده، الشاشة هنا شكلها بصراحة شكل الشاشة لا شكل الشاشة هنا تحفة. كفاءة اقتصادية يعني. أنا خلينا نتكلم على موبايل في الفئة الاقتصادية. الموبايل ده بصراحة كشاشة كفاءة اقتصادية، لا الموبايل ده جاي بشاشة 6.78 والتردد 120 هرتز. والشاشة دي مشكلتها الوحيدة، هي مش مشكلة بالنسبة لي كفاءة اقتصادية، ان هنا السطوع تحت اشعة الشمس هيديك تجربة مقبولة تحت اشعة الشمس اللي هي 700 نيتس. لكن كفاءة اقتصادية لا الموبايل كويس كتجربة، مش هيقابلك معاه اي مشكلة تحت اشعة الشمس. ويلا بينا بقى نشوف المعالج والاداء. السمارت 20 جايب معالج من ميديا تك وهو الهيليو جي 81. والهيليو جي 81 بالنسبة للأداء هيسد معاك في التصفح في السوشيال ميديا، لكن في الألعاب مش هيكون أفضل حاجة طبعا. اللي هيلعب معاك بابجي على 40 فريم، والموبايل ده هيسد معاك كتصفح وسوشيال ميديا وألعاب خفيفة، مش هيقولك لأ. أما الموبايل ده مش مخصص للألعاب. المعالج اللي موجود في الموبايل ده انفينكس سمارت 20 مش مخصص للألعاب، يعني مش هيسد معاك في الألعاب التقيلة. وهو كفاءة اقتصادية تقريبا، اللي بيشتري الفئة الاقتصادية دي ما بيدورش على الألعاب يعني، فهو هيسد معاك الموبايل كتجربة موبايل. لا هيسد معاك الموبايل بصراحة كفئة. هقول لك على الخلاصة بتاعته في النهاية، لكن الموبايل ده بصراحة عجبني الموبايل نفسه وأداء الموبايل على السعر اللي موجود وتسعير الموبايل ده. وانفينكس زي ما انا قلت لك بدأت تنافس بقوة في الفئة دي. اما هنا كاميرات الموبايل جاي بكاميرا اساسية 8 ميجا بكسل وكاميرا السيلفي 8 ميجا بكسل، الاتنين 8 ميجا بكسل. وتجربة الكاميرات في الإضاءة مش هتزعلك خالص. يعني دي مثلا دي صورة هنشوف التفاصيل، هي التفاصيل واضحة. وكمان فينيكس ضايفة فيه ذكاء اصطناعي زي ما حضراتكم شايفين كده. وكمان دقة الشاشة هنا منخفضة شوية، فبالنسبة لنا
تصوير الموبايل ده في الأماكن الإضاءة كويسة فيها هيديك تجربة مرضية. وكمان السيلفي هتسد معاك برضو كتجربة إضاءة، يعني الموبايل ده عايز تصور بيه لازم تصور في إضاءة كويسة. لو مفيش إضاءة كويسة الموبايل ده هيكون تجربة التصوير فيه إلى حد ما مرضية، مش هتكون هي الأفضل يعني. الموبايل ده كده هيصور معاك بدقة هتوصل معاك ل 2K. يعني الموبايل ده نفسه بص يعني، لا ادي الموبايل وادي الدقة نفسها هتوصل معاك ل 2K على 30 فريم. ودي حاجة في الفئة الاقتصادية بصراحة، ال 2K ده كسعر موبايل لا حاجة كويسة جدا في الموبايل. والموبايل هنا كمان داعم للبصمة، والبصمة موجودة على زرار الباور ومش هيقابلك معاها أي مشاكل، ودعم للفيس انلوك، والباسورد طبعا موجود في الموبايل. شايفين سمك الموبايل ده كده؟ الموبايل ده على السمك ده اللي هو 7.7 ملي، في بطارية 5200 ملي أمبير. وهنا هنقول لو انفينكس استغنت عن البطارية الكبيرة فهو عشان خاطر تديك السمك ده بالشكل ده كده. السمك ده بصراحة سمك نحيف، وهينافس بقوة السمك ده للجماعة اللي بيحبوا الموبايلات الخفيفة أو الموبايلات اللي ما بتكونش تخينة شوية من هنا كده. والشاحن هنا جاي بقدرة 15 واط. هو بالنسبة لي مش الأفضل، لكن يعني بالنسبة لي على البطارية ال 5200 ملي أمبير وكفاءة اقتصادية كده حاجة كويسة أو حاجة مقبولة كسرعة شحن. وبيدعم معاك الشحن العكسي لو أنت حابب تشحن منه ايربودز أو ساعة، أو حد من صحابك مثلا فصل شحن وعايز حاجة تمشيه، الموبايل ده هيسد معاك في الأمور اللي زي دي. اما بقى الميزات اللي موجودة في الموبايل ده، بس قبل ما اقولك الميزات، لو انت لسه لحد هنا في الفيديو فاكيد لسه ما عملتش اللايك، ما تنساناش من لايكك لانه دعم بيدعمنا وبيشجعنا ان احنا نكمل. الموبايل ده جاي داعم لخاصية ال NFC، وال NFC النهاردة او في 2026 بقت خاصية مهمة جدا يعني، وكفاءة اقتصادية. هو الموبايل الوحيد حتى الآن اللي داعم لل NFC كفاءة اقتصادية، وكمان داعم للتحكم بالريموت، بيشتغل كأجهزة ريموت. وفي ميزات تانية كتير جدا الموبايل ده. اما بقى خلينا نشوف سعر الموبايل علشان نعرف عيوب الموبايل. الموبايل ده نازل بنسختين، نسخة منه 4 رام مع ذاكرة داخلية 64، ودي سعرها تقريبا 6000 جنيه مصري، 6100 6100 حاجة زي كده يعني، في تقريبا في السعر ده. ولو ما عرفتش توصل للأسعار اللي أنا بقولها وقت تصوير الفيديو دي، كلمني أو سيبلي تعليق وأنا هرد عليك منين تجيبها بالأسعار دي. ووقت تصوير الفيديو بما يعادل $100 للنسخة 464. أما النسخة الأربعة رام 128 اللي هي بتكون 8 4 بلس 4، دي سعرها 6500 جنيه بما يعادل تقريبا $110. خلاصة الموبايل كفاءة سعرية، الموبايل نازل بيكمل سلسلة السمارت 10. يعني هو كفاءة سعرية السمارت 10 على فكرة هو الأكثر مبيعا في الفئة السعرية دي. يعني الموبايل هنا نازل بقى بشاشة كويسة بتردد كويس، بيدعمه لخاصية ال NFC، ودي حاجة زي ما أنا قلت مش موجودة في الفئة الاقتصادية. ولو هنتكلم عن عيوبه، كفاءة سعرية، كفاءة سعرية مش عيوب مطلقة، عيوب كفاءة سعرية. الموبايل ده مفيهوش غير عيب واحد ممكن أقولك عليه، وهو سرعة الشحن كفاءة سعرية. لكن عندك ال A07 ده طبعا في افضل معالج في الفئه الاقتصاديه، لكن خلي بالك في فرق سعر كبير جدا. ليه 07 النسخه 64 وقت تصوير الفيديو ده كده بنتكلم في 7000 جنيه، وهتزود عشان تجيب شاحن كويس معاها 250 او 300 جنيه. يعني انت بتتكلم في فرق سعر جامد. فانا خلصت الموبايل ده ونصيحتي ليك، الموبايل ده البطارية هتسد معاك يومين لو انت شخص بتستخدم الموبايل اتصال وتصفح خفيف وحاجات زي كده. لو بتضغط على الموبايل البطارية دي هتقعد معاك يوم. يعني انا بالنسبة لي عيب الشحن ده ممكن اتقبله، لان البطارية هنا عمر البطارية كأداء هنا عمر البطارية كويس. فنصيحتي النهائية ليك، لو انت مش هتضغط على الموبايل كألعاب تقيلة، اشتري الموبايل ده، لانه الموبايل ده يعتبر حاليا وقت تصوير الفيديو، معرفش ممكن التسعير يختلف والموبايل ده يزيد، هقول لك قيمة مقابل سعر، وهو الافضل في الفئة الاقتصادية حتى الان. يعني الموبايل لسه نازل جديد،
فانا معرفش، ممكن الشركة لما يحصل عليه سحب او يحصل عليه شراء كتير ممكن الموبايل يزيد كسعر، فكده ما يكونش قيمة مقابل سعر. لكن هو حاليا افضل موبايل في رينج 6000 جنيه او من 6 ل 7000 جنيه. الموبايل ده بيجي لك كامل، بيجي معاه الشاحن والسماعات وسكرينة والجراب، وطبعا دي كلها حاجات انت لازم تعمل حسابك وانت بتشتريها ان انت بتضيفها على تمن الموبايل. مادام وصلت لحد هنا يبقى انت مهتم بالموبايل، ولو عندك اي استفسار عن الموبايل او عن اي جهاز تاني سيبهولي في تعليق وانا هرد عليه.